تعالى اقول لكم على حاجه غريبه جدا حصلت لي من كام يوم، وافتكر ان هي كمان حصلت لكم. كنت قاعده من كام يوم بفكر ان انا عايزه اشتري سماعه جديده. ما قلتش لحد، ما كتبتش على جوجل، ما دورتش في اي اعلان. بعدها بساعتين لقيت اعلان لسماعه بالظبط زي اللي انا كنت بفكر فيها. ساعتها وقفت وقلت لا، في حاجه غلط. هو الموبايل بيسمعني ولا كمان بيقرا افكاري؟ النهارده جبت لك المعلومه الاكيده. تابع معايا الفيديو وما تنساش الاشتراك. علميا الموبايل عنده القدرة ان هو يسمعك طول الوقت. المايك شغال مستعد لأي كلمة، زي هاي سير او اوكي جوجل. يعني فعليا بيكون دايما متأهب يسمع. بس الشركات بتقول ان الصوت بيتسجل لحظيا وبعد كده بيتحذف. بس الدراسات قالت غير كده. في تقارير ان شركات زي امازون وجوجل كان عندهم موظفين بيسمعوا مقاطع صغيرة من كلام المستخدمين علشان يحسنوا بها الذكاء الاصطناعي. مش هزار، في ناس سمعت تسجيلات خاصة جدا. طب لو الموبايل فعلا مش بيسمعنا، بيجيب الاعلانات دي منين؟ الفكرة ان الموبايل مش محتاج يسمعك خالص، هو بيجمع عنك كل حاجة. بيعرف انت بتتصفح ايه وبتقعد قدام الشاشة قد ايه وايه نوع الموسيقى اللي بتسمعها وكمان المكان اللي بتروحه وحتى درجة اضاءة المكان اللي انت بتروحه. الذكاء الاصطناعي بيربط كل ده ببعضه ويقول هو غالبا هيشتري سماعة جديدة. فتلاقي الاعلان طالع لك مش لانه سمعك، لكن لانه عرف تفكيرك من سلوكك. وده اللي بنسميه الذكاء التنبؤي. خوارزميات بتتوقع اللي هنعمله قبل ما تعمله. قبل ما اعرف ايه السبب اللي بيخلي كل المعلومات دي تتجمع عني، عايزه اعرف ايه اللي بيحصل لما بفكر. بس انا بفكر بس بلاقي الاعلان قدامي. هنا بقى ندخل في المنطقة الغامضة. ناس كتير بتقسم انها كانت بتفكر بس في حاجة وظهر فجأة الاعلان. هل ده صدفة ولا الموبايل فعلا اخترق دماغنا؟ العلم بيقول لأ، مفيش جهاز بيقرأ أفكارك فعليا. لكن في تفسيرات تانية منطقية بتقول إن الدماغ نفسها عندها حاجة اسمها الانتباه الانتقائي. يعني انت ممكن تكون بتشوف الإعلانات دي طول الوقت، بس لما بتفكر في الحاجة دماغك بتميزها. زي لما تشتري عربية جديدة وتبدأ تشوف نفس الموديل في كل الشوارع، فجأة الشوارع اتملت نفس العربية اللي انت راكبها. مش عشان العربية كترت، لأ، دماغك هي اللي بقت واخدة بالها من العربية بتاعتك. بس المشكلة ان الموبايل بيستعمل ده لصالحه، يغذيك بإعلانات وأفكار تشبه اللي انت بتفكر فيه عشان تفضل متعلق بيه أكتر وأكتر. في جانب تاني مريب جدا. بعض التطبيقات بتستخدم الميكروفون فعلا في الخلفية، بس مش عشان تسجل صوتك، لكن عشان تلتقط نغمة البيئة اللي حواليك. انت فين ومع مين؟ يعني لو كنت في مطعم وبتتكلموا عن منتج معين، التطبيق ممكن يفهم ان الناس اللي حواليك بتتكلم عن الموضوع ده ويبدأ يرشح لك اعلانات شبهه. تخيل، مش لازم تتكلم، كفاية تكون في المكان والزمان المحدد. الجزء الأهم واللي انتوا مستنيينه ازاي تحمي نفسك. طيب نعمل ايه؟ أول حاجة ان انت تراجع صلاحيات التطبيقات. لو تطبيق صور واخد صلاحية الميكروفون، اسأل نفسك ليه أنا ليه مدي تطبيق صور صلاحية الميكروفون، هيعمل بيه ايه؟ تاني حاجة اقفل المساعد الصوتي لو انت مش بتستخدمه. مش دايما تبقى مشغل المساعد الصوتي دايما حاسس ان تليفونك في اي وقت هيرد عليك. تالت حاجة استخدم متصفحات بتحافظ على الخصوصية، ودي بعض المتصفحات اللي بتحافظ عليها. والأهم، ما تخليش الموبايل يعرف عنك كل حاجة، لأنه فعلا مش محتاج يسمعك، هو بالفعل فهمك أكتر من نفسك. السؤال الأخير بقى إجابته عندك أنت مش عندي. هو فعلا لسه في حياتنا حاجة اسمها خصوصية، ولا حياتنا كلها بقت عبارة عن شاشة قد كف الإيد؟ لو عايزين نعمل حلقة تانية عن ازاي الشركات بتحلل مشاعرك عن طريق صوتك ونغمة كلامك، سيبولي كومنت وقولولي رأيكم. سيبولي لايك كمان عشان نكمل الرحلة سوا. كانت معكم ملهمة.